السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، مستر أحمد منصور يحيي أبطال الرياضيات. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة دمار الأولى ثانوي، هناخد درس تطبيقات على المتجهات. على فكرة الدرس ده هو تطبيقات على المتجهات، في عندي نوعين، تطبيقات رياضية وتطبيقات فيزيائية. التطبيقات الفيزيائية الحمد لله ملغية، يبقى النهاردة هنتكلم على التطبيقات الرياضية فقط. اول ما اتكلم عن التطبيقات الرياضيه هتقول لي يا مستر التطبيقات الرياضيه فيها شويه ملاحظات متعلقين باعدادي، فانا عايزك تركز معايا فيهم. بص يا سيدي، اول ما اقول لك القطعه المستقيمه الموجهه اسمها ا ب. القطعه المستقيمه الموجهه دي بادئه من ا ورايحه ناحيه ب، ساوت 5 من القطعه المستقيمه الموجهه اللي هي د ج. دي لها معنيين. المعنى الاولاني كاتجاه، ان القطعة المستقيمة الاولى توازي القطعة المستقيمة الثانية. المعنى الثاني ان مقدار القطعة الاولى تساوي 5 من القطعة الثانية. تمام، هات لي مثال ثاني. بص يا مستر، اول ما اقول لك القطعة المستقيمة الموجهة اللي هي س ص بتساوي 7 من اللام م، برضو ليها كم معنى؟ ليها معنيين. ايه هما المعنيين يا مستر؟ المعنى الاولاني خاص بالاتجاه، ان القطعة الاولى توازي القطعة الثانية. تمام. المعنى اللي بعده ان القطعة الاولى كمقدار تساوي 7 من القطعة الثانية. تمام. يعني اول ما اقول لك هنا يا مستر في عندي حاجتين، قلت لك ان الالف ب توازي الجيم د، والالف ب تساوي 7 من الجيم د، يبقى المعنيين دول او الجملتين دول هما الاثنين احطهم في جملة واحدة، اللي هي ايه؟ ان القطعة المستقيمة الموجهة الاولى تساوي 7 من القطعة المستقيمة الموجهة الثانية. يبقى انا اخدت الاتجاه واخدت المقدار حطيتهم هما الاثنين في جملة واحدة. تمام. لو انا جبت لك شكل رباعي زي الشكل ده اهو، اسمه ا ب ج د، ماله يا مستر؟ ده متوازي اضلاع. عشان اثبت ان الشكل اللي قدامي ده متوازي اضلاع، في عندي ايه بقى؟ خدناها في اعدادي. عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع، اثبت ان كل ضلعان متقابلان متوازيان، او اثبت ان كل ضلعان متقابلان متساويان، او اثبت ان القطرين النصف كل منهما الاخر. تمام يا مستر، شكرا خالص يا حبيبي. بس انا عايز بقى الزتونه. عشان اثبت ان الشكل ده اللي قدامي متوازي اضلاع، محتاج اثبت الزتونه. بقى ايه هي الزتونه؟ اثبت ان في عندي ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. يعني يا مستر عايز اثبت ان الالف ب اللي قدامي يوازي الف ب اللي قدامي يوازي الدال ج. يوازي مين؟ الدال ج. تمام. والالف ب يساوي الدال ج. يبقى انا اثبتت ان كل ضلعين. محتاج اثبت انا ايه الزتونه اللي انا محتاجها عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع. الزتونه دي اللي انا هستخدمها في الحل. سيبك من كل الكلام اللي احنا قلناه. لو انا اثبتت ان في عندي ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، يبقى اذا الشكل اللي قدامي ده متوازي اضلاع. بمعنى ان الجمله اللي اسمها ا ب تساوي مين؟ ا ب تساوي الدال ج كقطعه مستقيمه موجهه. دي معناها ان الاثنين دول متوازيين والاثنين دول متساويين. يبقى عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع، سيبك من كل الخواص اللي اخدناها في اعدادي وخلينا في الزتونه. ايه هي الزتونه؟ عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع، يبقى انا محتاج اثبت ان في عندي ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، يبقى اذا الشكل ده متوازي اضلاع. تمام يا مستر. لو انا هنا قلت لك عايز اثبت ان الشكل ده معين ا ب ج د، عشان اثبت ان الشكل ده معين في الاول لازم اثبت ان هو متوازي اضلاع. وبعد ما اثبت ان هو متوازي اضلاع، يبقى في الاول اثبت ان هو متوازي اضلاع بالخاصيه او بالزتونه اللي احنا قلنا، اثبت ان في ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. ما دام اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع، عشان اثبت ان هو معين يبقى اثبت صفه من صفات المعين. ايه هي صفات المعين يا مستر؟ اثبت ان القطران دول متعامدان بخاصيه التعامد اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت. تمام كده. وفي خاصيه اسمها خاصيه التوازي قلناها الحصه اللي فاتت، ركز عليها، ولو انت مش فاكرها حاول تسمع الفيديو اللي فات. يبقى عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع لازم اثبت ان هو ايه؟ عشان اثبت ان الشكل ده معين في الاول لازم اثبت ان هو متوازي اضلاع بالزتونه، يعني اثبت ان في ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. وبعد ما اثبت ان هو متوازي اضلاع، اثبت خاصيه من خواص المعين. الخاصيه اللي انا هحتاجها اثبت ان القطران متعامدان. يبقى اذا الشكل اللي قدامي ده ماله؟ معين يا مستر. تمام. عشان اثبت ان الشكل اللي قدامي ده مستطيل، يبقى اعمل ايه؟ في الاول عشان اثبت ان هو مستطيل اثبت ان هو
متوازي اضلاع بالزتونه. ايه هي الزتونه؟ اثبت ان في ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان. بعد ما اثبت ان هو متوازي اضلاع يبقى اثبت صفه من صفات مين؟ المستطيل، اللي هي ايه؟ اثبت ان احدى زواياه قائمه، بمعنى ان الضلعان في ضلعان متجاوران متعامدان. تمام كده؟ يبقى عشان اثبت ان الشكل ده معين اثبت ان هو متوازي اضلاع، وبعد كده اثبت صفه من صفاته ان القطران متعامدان باستخدام خاصيه التعامد. عشان اثبت ان الشكل ده مستطيل اثبت ان هو متوازي اضلاع، وبعد كده اجيب صفه من صفات المستطيل ان احدى زواياه قائمه، بمعنى ان الضلعان المتجاوران في ضلعان متجاوران متعامدان. بعد كده عشان اثبت ان الشكل ده مربع اعمل ايه يا مستر؟ عارف الكوكتيل اللي هيكون في رمضان؟ بالمناسبه كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان فاضل له ايام بسيطه كده وداخلين عليه، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. عشان اثبت ان ده هو مربع اعمل ايه؟ انت طبعا هتفتكر الكوكتيل اللي ماما هتعمله في رمضان، عصير موز وعصير جوافه وعصير مش عارف ايه، وبص انت عملت لك كوكتيل وطلعت لك حاجه ايه؟ رائعه. المربع ده عشان اقول صفاته هاخد متوازي الاضلاع، هاخد المعين، اخد المستطيل، هخلطهم كلهم في بعض هيطلعوا لي المربع. يبقى المربع ده عشان اثبت ان هو مربع لازم اثبت ان هو متوازي اضلاع بالزتونه، اللي هم ايه؟ في ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان. تمام. بعد كده اجيب صفه من صفات مين؟ المعين، اللي هي ايه بقى؟ القطران متعامدان باستخدام خاصيه التعامد. اثبت صفه من صفات المستطيل اللي هو احدى زواياه قائمه، يعني في ضلعان متجاوران متعامدان. تمام يا مستر؟ يبقى عشان اثبت ان الشكل ده مربع في الاول اثبت ان هو متوازي اضلاع بالزتونه، في ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان، واجيب خاصيه من خواص المعين اثبتها ان القطران متعامدان، واجيب خاصيه من خواص المستطيل ان احدى زواياه قائمه، يعني الضلعان المتجاوران مالهم متعامدان. تمام. في هنا اخر حاجه هقولها عشان اثبت ان الشكل ده هو شبه منحرف. عشان اثبت ان الشكل ده شبه منحرف يبقى في الاول انا هعمل ايه؟ اثبت ان في عندي ضلعان متقابلان متوازيان، خاصيه التوازي، ولكن غير متساويان في الطول. يبقى في الحاله دي اثبت ان الشكل ده ايه؟ شبه منحرف. خدنا فكره بسيطه وسريعه على تطبيقات على المتجهات. ركز في كل كلمه انا قلتها، حاول تدون كل الكلام ده بورقه وقلم ورايا. تمام يا مستر؟ اخذنا الشرح بتاع التطبيقات على المتجهات، بين قوسين انا بتكلم على التطبيقات الرياضيه. ليه يا مستر؟ عشان التطبيقات الفيزيائيه محذوفه. خدنا شرح الدرس، يلا بينا ناخد تمارين على كل كلمه قلناها. يلا بينا. اول مثال في حلقه النهارده. تمام؟ طيب بيقول لي هنا في الشكل المقابل، الشكل اللي اسمه ا ف ج د ده متوازي اضلاع. بص يا حبيبي، ا ب ج د ده متوازي اضلاع، ه ده موجود في المنتصف، واو موجود في المنتصف، ه موجود في المنتصف، وواو موجود في المنتصف. تمام كده؟ بيقول لي اثبت باستخدام المتجهات ان د ه ب واو، اثبت باستخدام المتجهات ان الشكل اللي قدامي ده هو د ه ب واو متوازي اضلاع. عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع هستخدم الزتون اللي هي بتقول ايه؟ في عندي ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان، يبقى الشكل ده برضو يا مستر ايه؟ متوازي اضلاع. تمام. بص انا هعمل ايه طيب عشان اثبت الكلام ده هو، عشان اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع محتاج اثبت الزتونه، اثبت ان في ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان. طيب بما ان الشكل اللي قدامي اللي اسمه ا ب ج ده متوازي اضلاع، تمام يا هندسه، بما ان ه وواو منتصفا، ه وواو منتصفا الالف ب والدال ج، اذا الضلع اللي اسمه الف ب كقطعه مستقيمه موجهه الف ب تساوي مين يا عم احمد؟ دال ج. تساوي مين؟ الدال ج. الالف ب تساوي الدال ج، اذا نص الالف ب يساوي نص الدال ج. دي علاقه رقم واحد. تمام. اله ب، بما ان اله ب كقطعه مستقيمه موجهه هتساوي نص الالف ب. الله ينور عليك يا مستر. تمام. بما ان تاني الدال واو اللي هي الحته اللي فوق، الدال واو دي تساوي نص الدال ج، تساوي نص الدال ج. دي علاقه رقم كام؟ 3. فانا بقول لك هنا من 1 2 3 ينتج ان ايه؟ لو انت ركزت يا عم احمد هنا في رقم 1 نص الالف ب بتساوي نص الدال ج، اللي على الشمال نص الالف ب بتساوي نص الدال ج. ما دام اللي على الشمال متساويين اذا اللي على اليمين متساويين، اذا اللي على اليمين اللي هو اله ب يساوي الدال واو. معنى ان انا بقول لك اله ب تساوي الدال واو، العلامه دي ده قطعه مستقيمه موجهه، معناها ان الاثنين دول متوازيين
والاثنين دول متساويين. ما دام انا اله ب كقطعه مستقيمه موجهه تساوي الدال واو، يبقى دي شامله المعنيين، شامله ان الاثنين دول متوازيين ومتساويين. يبقى كده اثبت ما دام في عندي ضلعين متوازيين ومتساويين اقدر اقول اذا الشكل اللي قدامي اللي اسمه ه ب واو د، ه ب واو د ماله متوازي اضلاع، وهو المطلوب اثباته. ادخل على الجزء الثاني، ادخل على المساله الثانيه. يا رب تكون صح يا باشمهندس. الشكل اللي قدامي ا ب ج د، الشكل الكبير ده شبه منحرف، حلو خالص. ده ا د يوازي الب ج، الالف د اللي فوق يوازي الب ج اللي تحت. الالف د برضه تساوي نص الب ج، بما ان الالف د توازي الب ج، الالف د تساوي نص الب ج. انت هنا بتتكلم على اتجاه وبتتكلم على مقدار. ممكن نشيل الاثنين دول واعبر عنهم ان القطعه المستقيمه الموجهه اللي اسمها ا د تساوي نص القطعه المستقيمه الموجهه اللي هي ب ج. يبقى انا خدت الاتجاه والمقدار حطيتهم في قطعه مستقيمه موجهه. تمام يا عم احمد. بيقول لي اثبت ان الشكل الرباعي اللي قدامي ده اللي اسمه ايه يا عم احمد؟ ا ه واو د، اثبت ان الشكل ده متوازي اضلاع. يبقى انت محتاج تثبت الزتونه، تثبت ان في ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان. الله ينور عليك يا باشمهندس. انا مسكت المثلث اللي انا هنا، المثلث ده اللي انا هظلله بالاحمر، المثلث ده اللي انا هظلله بالاحمر. يا مستر المثلث ده هتظلله بالاحمر، صدعتنا يا مستر. قلت في المثلث اللي انا ظللته بالاحمر اللي اسمه م ب ج، م ب ج فيه ه منتصف الضلع الاول، واو منتصف الضلع الثاني، ه وواو منتصف م ب وم ج، م ب وم ج. تمام كده، ه وواو منتصف الضلع الاول والضلع الثاني. اذا الميم ه دي توازي الب ج. تمام يا عم احمد. الميم ه توازي الب ج. الميم ه دي واصله بين منتصفي الضلعين تساوي نص الب ج، تساوي نص الب ج. اقدر اقول الاثنين دول، الضلعين دول اللي هو م ه تساوي نص الب ج، الميم ه توازي نص الب ج. هاخد الاثنين كده، بتكلم على اتجاه وبتكلم على مقدار. اذا الميم ه كقطعه مستقيمه موجهه تساوي نص الب ج كقطعه مستقيمه موجهه. دي علاقه رقم كام؟ 2. فانا بقول لك من 1 و2 ينتج ان، ينتج ان ايه يا عم احمد؟ واضح ان انت عندك نص الب ج وهنا نص الب ج، اللي على الشمال متساويين، اذا اللي على اليمين متساويين. مين اللي على اليمين؟ الالف د، الالف د تساوي مين؟ الالف د تساوي الميم ه. هما الاثنين كقطعه مستقيمه موجهه. الالف د اللي فوق تساوي مين يا عم احمد؟ الواو ه تساوي مين؟ الالف د تساوي واو ه، دي مش مين، دي واو، دي مش مين، دي واو. يبقى انا بقول لك الالف د اللي فوق تساوي الواو ه كقطعه مستقيمه موجهه. يبقى الالف د اللي فوق، الالف د اللي فوق تساوي مين؟ الواو ه. طيب تمام. لو انا ركزت هنا في حاجه بس معينه كده، ما دام اللي على الشمال دول متساويين يبقى اذا اللي على اليمين دول مالهم؟ متساويين. طيب الالف د، الالف د دي، الالف د اهي تساوي اله واو، اخليها كاتجاه، الالف د تساوي اله واو. طب معنى ان الالف د تساوي اله واو كقطعه مستقيمه موجهه، الاثنين دول كقطعه مستقيمه موجهه معناهم ان الاثنين متوازيين ومتساويين. يبقى كده اثبتت ان الضلعين اللي قصاد بعض هم متوازيين ومتساويين. يبقى اذا حققت الزتونه. اذا الشكل اللي قدامي اللي انا بتكلم عنه اللي اسمه ا ه واو د في عنده ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. يبقى اذا الشكل اسمه ا ه واو د متوازي اضلاع، متوازي اضلاع. يلا بينا نكمل باقي تمارين الدرس. اذا كان ا ب ج هي رؤوس مثلث، رؤوس مثلث، رؤوس مثلث، يبقى ده المثلث بتاعي اهو، ادي الف وادي ب وادي ج. الالف يا عم احمد 6 و5، الب ب8 وسالب 3، الجيم بسالب 2 وسالب 5. تمام. اوجد باستخدام المتجهات احداثي نقطه تقاطع متوسطاته. النقطه الف والنقطه ب والنقطه ج معبر عنها بزوج مرتب، يعني عبرت عنها بالصوره الاحداثيه. كويس خالص. طبعا في نقطه تقاطع متوسطات المثلث، عايز اجيب احداثي نقطه تقاطع متوسطات المثلث. انا افترضت ان د منتصف الب ج، تمام، اصبح الالف د المتوسط، تمام. افترضت ان الميم دي هي نقطه تقاطع متوسطات المثلث. نقطه تقاطع متوسطات المثلث تقسم اي متوسط من ناحيه القاعده بنسبه 1 إلى 2 ومن ناحيه الراس بنسبه 2 إلى 1. تمام. اول ما اسالك على الالف ميم، الالف ميم هتساوي كام؟ الالف ميم دي
بتساوي 2. طبعا ادي 2 ودي 1، يبقى المتوسط ده كله 3 اجزاء، ادي جزئين ودي 1. الحته اللي فوق ضعف الحته اللي تحت، واللي تحت نص الحته اللي فوق. اول ما اقول لك الالف ميم جزئين من المتوسط كله اللي اسمه الف د 3 اجزاء، يبقى الالف ميم جزئين من الثلاث اجزاء بتاعت المتوسط كله. عم احمد الالف ميم اللي هي الحته اللي فوق دي جزئين من الثلاثه بتاعت المتوسط كله، يبقى ده الالف ميم جزئين من الثلاثه بتاعت المتوسط كله. عمنا انا عشان امشي 2 على 3 يبقى اضرب في المعكوس 3 على 2، وهنا ضربت في المعكوس 3 على 2. الثلاثه مع الثلاثه والاثنين مع الاثنين اصبح الالف د بتساوي 3 على 2 من الالف ميم. طب يا مستر انت بتعمل كده ليه؟ هقول لك انا هعمل كده ليه. خدنا احنا في الحصه اللي فاتت العمليات على المتجهات. جيت انا قلت لك ادي ده مثلث الف ب كمتجه والالف ج كمتجه. انا بقول لك الالف ب كمتجه زائد الالف ج كمتجه، الف ب كمتجه وادي الالف ج كمتجه بيساوي 2 من الالف د، بتساوي 2 من الالف د. تمام يا عم احمد؟ لو انا شلت الالف د دي وحطيت قيمتها، مين قيمتها يا عمنا؟ قيمتها 3 على 2 من الالف ميم. حلو خالص، الاثنين ضاعت مع الاثنين، اصبح الالف ب زائد الالف ج هتساوي 3 من الالف ميم. تمام يا عمنا؟ انا عايز اجيب احداث الميم لوحديها، يبقى الميم دي عايز افردها. ما دام انت عايز تفردها يبقى هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تفرد دي، افكها تبقى ب ناقص الف، افك دي تبقى ج ناقص الف، 3 من بره، الف ميم افكها تبقى م ناقص الف. عمنا الثلاثة دي فتوة تدخل تضرب كل اللي جوه، الثلاثة ضربت الميم اصبحت تبقى 3 ميم، والثلاثة دخلت ضربت الالف اصبحت تبقى 3 الف. هنا الب تنزل، الجيم تنزل، سالب الف وسالب الف يبقى سالب 2 الف. السالب 3 دخلت من جوه بقيت موجب 3 الف، والثلاثة ميم دي تفضل زي ما هي. عم احمد سالب 2 الف وموجب 3 الف يتبقى معايا كام يا عم احمد؟ يتبقى معايا موجب الف. عايزك تجمع الب وتجمع الجيم وتجمع الالف، ادي الب وادي الجيم وادي الالف، عايز اجمعهم. عشان اجمعهم مع بعض يبقى اجمع السينات مع بعض، 6 و8 14، خدت منها 2 تبقى كام؟ 12. اجمع الصادات مع بعض، ادي هنا سالب 5 وموجب 5 ضاعوا مع بعض، يتبقى معايا كام؟ سالب 3. يبقى انا عشان اجمع الالف والب والجيم، الف وب وجيم عشان اجمعهم جمعت السينات مع بعض وحطيتهم مكان س، وجمعت الصادات مع بعض وحطيتهم مكان ص. هنا 3 ميم، طبعا دي 3 ميم، انا عايز الميم بس. انت عايز الميم بس؟ عايز الميم بس، عايز امشي الثلاثه. اضطريت هنا اطلع 3 عامل مشترك. عشان اطلع 3 عامل مشترك 12 على 3 تديني كام عندنا؟ ادتني 4. تمام، السالب 3 على 3 ادتني كام يا عمنا؟ ادتني سالب 1. شلت الثلاثة مع الثلاثة اصبحت النقطة دي هي احداثي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. الله ينور عليك. عندي الف وعندي ب وعندي ج وعندي د. تمام. باستخدام المتجهات، لا ركز معايا، باستخدام المتجهات عايز ايه هنا؟ عايزك تثبت ان الشكل اللي اسمه الف ب ج د شبه منحرف. طب ما دام هو شبه منحرف اضطريت ان انا اعمل ايه هنا عشان اثبت ان هو شبه منحرف؟ انا رسمته اهو، ادي الالف، ادي الب، ادي الجيم، ادي الدال. الف 5 و1، ب 2 و5، جيم سالب 2 و3، الدال سالب 5 وسالب 4. عمنا انا عايز اثبت ان الشكل ده شبه منحرف. عشان اثبت ان الشكل ده شبه منحرف يبقى لازم اثبت ان انا في عندي ضلعين متقابلين متوازيين وغير متساويين في الطول. اضطريت ان انا اعمل ايه هنا؟ لا ركز معايا بقى هنا، ركز معايا. جبت الالف د وجبت الب ج. الالف د عشان اجيبه، الالف د عشان اجيبه هجيب د ناقص الف، د ناقص الف. يبقى الالف د عشان اجيبه واجيب قيمته د ناقص الف، ادي الدال يا سالب 5 وسالب 4. الناقص دي اخليها زائد، بس السالب تدخل على الالف تغير اشارتها تبقى سالب 5 وسالب 1. اصبحت الالف د بتساوي كام؟ سالب 5 وسالب 5 يبقى سالب 10، سالب 4 وسالب 1 تبقى سالب 5. ده الالف د. كده انا جبت الالف د. جبت الالف د هجيب الب ج. عشان اجيب الب ج يبقى اجيبها اقول ج ناقص الب، الثاني ناقص الاولاني. هنا عشان اجيب الب ج، ج اللي هي سالب 2 و3 اهي، ناقص تبقى زائد، بس السالب تدخل على الب تغير الب، دخلت على الب غيرت الب تبقى سالب 2 وسالب 5. الب ج بتساوي كام؟ سالب 2 وسالب 2 تبقى سالب 4، 3 وسالب 5 تبقى سالب 2. عايز اثبت ان الاثنين دول متوازيين يبقى لازم احقق خاصيه ايه؟ التوازي. ايه هي خاصيه التوازي؟ حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين تديني كام؟ صفر. فانا بقول لك هنا بما ان حاصل ضرب الطرفين سالب 10 في سالب 2، سالب 10 في سالب 2 ناقص حاصل ضرب الوسطين سالب 5 في سالب 4 هتديني كام؟
سلب في سالب بموجب، 10 في 2 تديني كام؟ 20. سلب في سالب بموجب، 5 في 4 بكام؟ ب 20. 20 ناقص 20 ادتني صفر. يبقى كده اثبتت لك خاصيه مين؟ التوازي. خاصيه التوازي اللي هو الف د اهو، الف د توازي مين؟ الب ج، توازي الب ج. تمام يا عمنا؟ تمام كده، دي اعتبرتها رقم واحد. فانا اثبتت ان اتنين دول متوازيين، عايز اثبت ان اتنين دول غير متساويين، فانا مسكت الالف د عشان اجيب معيار الالف د. عارف يعني معياره؟ يعني طوله. تمام؟ عشان اجيب معيار الالف د، مربع الاولاني 100 ومربع الثاني 25، يبقى هتديني جذر 125، يعني 5 جذر 5 وحده طول. ده معيار الالف د. هات معيار الب ج. هات معيار مين يا عم احمد؟ معيار الب ج. عشان اجيب معيار الب ج، مربع الاول 16 ومربع الثاني 4، هتديني 2 جذر 5 وحده طول. يبقى الالف د بكام؟ 5 جذر 5 والب ج ب 2 جذر 5. واضح ان الاثنين دول متوازيين، ومعيار الاولاني لا يساوي معيار الثاني. ده رقم كام؟ 2. يعني انت كده في رقم واحد اثبتت ان الاثنين دول متوازيين، واثبتت ان الاثنين دول مش متساويين. يعني جبت طول الاول يعني معيار الاول، وطول الثاني يعني معيار الثاني. يبقى دي خاصيه مين؟ الخاصيه اللي انا هستخدمها عشان اثبت ان الشكل ده شبه منحرف. اثبتت ان في ضلعين متقابلين متوازيين ولكن غير متساويين في الطول. يبقى هقول لك هنا من 1 و2 ينتج ان يا مستر ان الشكل اللي قدامي اللي هو ا ب ج د يا باشمهندس شبه منحرف. وكده أسدل الستار على الجزء بتاع تطبيقات على المتجهات. الحمد لله عملنا عظمه النهارده ولمينا الدرس ده هو بسرعه خالص. عايزك تركز في شويه الملاحظات اللي قلتهم وتدونهم في ورقه خارجيه. رقم الاسيست موجود معاك، تتواصل معاه عشان تشترك على المنصه بتاعتنا اللي هي منصه زويل الخاصه بمستر احمد منصور. يا ريت كل الناس، الاشتراك مجاني بدون اي رسوم لكل الناس وكل حبايبي. شير الفيديو ده هو، عرف ان كل الناس اللي هي مشتركه معانا على القناه بتاعتنا، وعرف كل حبايبك وكل اصحابك وكل قرايبك. ادعم القناه، شير للقناه، لايك للقناه، كومنت حلو لمستر احمد منصور. عايز كل الناس تشوف الفيديو ده هو وتعرف ان المنصه بتاعت مستر احمد منصور خلاص ان شاء الله باذن الله اتفعلت عشان تدخل تشترك فيها مجانا من غير فلوس. هنحل عليها تمارين كتير وهنكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله.